عليكم ورحمة الله. تعرفوا يا جماعتنا منو له الحق انه يطالب بانفصال وبدولة؟ تعرفوا مين؟ جماعة الشمال، كل المحافظات الشمالية. إذا جينا نتكلم من قبل كانوا عايشين، كان عملتهم مستقرة، كان بلادهم مستقرة، كان حكمهم مستقر. صارت مع شوي، بس بعدين ضبطوا الأمر، وإذا جاهم شيخ يحتكموا للشيخ وللدولة، وهذا هم معروفين عنهم. يعني إذا جاء الشيخ قال لهم يا جماعة 1 2 3 قالوا تم وانتهى الوضع. فلكم الحق أنكم تطلبوا بدولة، ولكم الحق أنكم تقيموا دولتكم المحترمة اللي عندكم خيراتكم وعندكم بترولكم. إذا جينا نتكلم على شمال على جنوب، قبل الوحدة كانوا عايشين، قبل الوحدة كان الاقتصاد حقهم ثابت، كان دولتهم محترمة. أبوي سافر من عدن لين الشمال واخذ جواز شمالي مكتوب فيه محافظة حضرموت ودخل السعودية. كان ايام الدولة الديمقراطية الشعبية اليمنية كان ممنوع اليمني الجنوبي يدخل السعودية وباقي الدول. كان صعب جدا ضروري يجيب تصريح امني ويجيب لك اوراق من الرئاسة. كان مشكلة كبيرة يعني، مش عشان استقرار بالدولة دي. على فكرة علي صالح كان يبقى دولة فدرالية، وعلي سالم البيض ما رضى، قال دولة اندماجية. ليش؟ عشان كان الدولة الجنوبية وعملة الدولة الجنوبية والاقتصاد الجنوبي كان بينهار إذا ما دخل في دولة اندماجية، وهذا الكلام يعرفه كثير ناس يعرفوا التاريخ اليمني بالفترة ديك. فدخل بوحدة اندماجية يبي يدمج اليمن كامل عشان خلاص تكون ديون البلد هذيك تتحملها الشمال. ورغم هذا كله علي صالح قال له تمام، رغم الدولة اللي كانت مستقرة، رغم الدولة اللي كان فيها اقتصاد، رغم الدولة اللي كانت نوعا ما قوية، خش مع الجنوب وقال يلا نخش معاكم. ومش عارف وش اللي قلب علي سالم البيض، او في دولة قالت بتدعمه وقال بيرجع بلاده. يعني عمر الجنوب ما استقر، عمر الجنوب فيه اغتيالات فلان 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 فلان، عمره ما استقر الا ايام علي صالح 30 سنة او 20 سنة اللي راحت. فلا تكذبوا، لكم الحق أنكم تطالبوا بدولة. دولتكم كانت قوية، دولتكم كانت لها أركان دولة، وكان في شيء في الدولة دي، وتحترموا الإنسان وتحترموا الضيف. يا أخي إذا خش واحد جنوبي يحترموه. يا أخي أنت من حياك الله على العين والراس، أنت من المحافظات الجنوبية، يمننا يمن واحد. ركز على الكلام وعلى المبادئ اللي تربوا عليها الشماليين. جماعتنا عندهم يا أخي يبغوا دولة بأي طريقة، وبيرجعوا يبكوا يبغوا دولة واحدة. وتذكروا كلامي هذا إذا صار انفصال، وما بيصير. جزاكم الله خير، شكرا لكم.